السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أم عمار من البحرين؟ نعم، من مصر. من مصر، حياك الله. نعم، حياك الله. ممكن أكلم الشيخ بعد إذنك؟ تفضلي. نعم طيب. تفضل. يا شيخ ياسر، أنا سمعت قول الله عز وجل: فلا تسبوا الذين يدعون من غير الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني الله سبحانه وتعالى لم يقبل أن يسب الكافر، فما بالك أن تسب أم المؤمنين، أو إن كنت لا تعتبرها أما للمؤمنين أو أما لك، فهل يجوز أن تسب أيا كان حتى ولو كان كافرا؟ الله سبحانه وتعالى لم يقبل ذلك على الكافر، فأنت قبلته على من لم تثبت عليها تهمة. أنت حملت آيات الله عز وجل التي فسرها علماء السنة كما تقول، حملتها على أنها على أم المؤمنين على تفسيرك، وهذا جيد. إن كنت تعتقد ذلك فالله سبحانه وتعالى حسيبك على ذلك. لكن يا أستاذ ياسر، هل يصح أنك تحمل آيات على امرأة من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم تشكك، كأنك تشكك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تشكك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المنافقين، وكان له كاتم سر هو حذيفة بن اليمان، ولا تشكك في حذيفة بن اليمان؟ إن كنت تشكك في حذيفة بن اليمان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول كان من المنافقين. لما لم يخبرنا أن عائشة من المنافقين؟ كنا نحذر منها ونحذر من أحاديثها التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من ذكرها للوحي. والله سبحانه وتعالى أمرها أن تذكر ما يتلى في بيتها من الحكمة إن كنت تحفظ القرآن. فإن كانت ستروي لنا أكاذيبا فلما لم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ ولما لم يحذرنا الله عز وجل منها؟ إن كانت كاذبة كنا حذرنا، وإن كانت كاذبة ولم يحذرنا الله سبحانه وتعالى منها في القرآن فهذا عيب في القرآن. وإن كانت كاذبة ولم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها فهذا عيب في نقلنا، في كل نقلنا للحديث وفي كل نقلنا للسنة، لأننا لا نعلم هل هذا الخبر صحيح أو ليس صحيحا. وهناك كثير جدا من الصحابة الذين تسبهم، وأنا أقول وأكرر: الله سبحانه وتعالى لا يقبل سب الكافر، فأنت تسب مسلمين بغير ثبت وبغير علم، والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بذلك. دعنا نحتكم إلى كتاب الله ليس إلى السنة التي تشكك في صحتها. ولكن يا أستاذ ياسر، فدعنا نحتكم إلى كتاب الله عز وجل الذي يقول أننا نجادل أهل الكتاب النصارى واليهود، نجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ده مين؟ نجادل مين بالتي هي أحسن؟ نجادل اليهود والنصارى الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة. فما بالك أنك تجادل أهل السنة والجماعة الذين تسبهم، وتجادل عمر وأبو بكر، وتجادل عنهم أنهم في النار، وليس بالحسنى ولا بالموعظة الحسنة، بل سببت الشيخ. أنت بدأت بالسب، سببت الشيخ أيا كان، فأيا كان اعتقادك فيه فقد قلت عليه حمارا، وقلت عليه كلبا، وقلت عليه معتوها لا يفهم. ونحن لا نقبل بأي حال من الأحوال كمسلمين سواء كنا شيعة أو أهل سنة أن يسب مسلم على ظهر الأرض. لم يثبت عليه ذلك ولم يثبت عليه تهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سب المنافقين وهو في المدينة. ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول، إن كنت تثبت عليه النفاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكفنه في بردته، والنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من لعنه. وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعلمون جميعا أن عبد الله بن أبي بن سلول منافق وهو في النار. بل أنزل الله سبحانه وتعالى عن قوله: لئن رجعنا أختي خلاص إن شاء الله وصلت. لا، لم أكمل كلامي لأن قاعد تعيد الكلام نفسه. أختي باختصار لأن في اتصالات كثيرة. قلت لن أقطع على أحد يخالفني، وفتحت المجال للوهابية وللبكرية ولكل من أراد أن يتكلم. أنت أفردت للشيء. بس أختي لا تعيدين الكلام مرتين، هذا اللي أقصده. يعني عبد الله بن سلول مرتين عادتها. أنا لا أعيد الكلام ولا تقاطعني كما لم تقاطع أحدا من أنصارك، فلا تقاطعني ولا تقفل علي الخط، لأن هذا سوء أدب مع المسلمين، مش مع الشيعة ومش مع السنة. ده سوء أدب مع المسلمين إن يكون حد بيفرض القول وحضرتك تقطع عليه. دي نقطة. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة تانية وأنتم لا تلتزمون بها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب الحوار، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة كمان، واضح إن الموضوع ده مش موجود خالص في القناة، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نفرد الحق دون إساءة إلى أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجادل النصارى لم يكن يجادلهم إلا إذا هم أتوا للجدال وإلى السؤال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبدا، والقرآن ما ذكر أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جادل الكفار أو جادل النصارى بالبداية بسبهم، أو بالبداية بأن هو لا يعرض الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعرض الحق
ويتبع من يتبع ويهتدي من يهتدي بدون الدخول في مناهج الأخرى. لما أرسل واحد إلى ملك الروم لم يذهب إلى ملك الروم ويقول له أنت كافر وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا فأؤمن، علشان تتبع الإسلام. بل في بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي بيهم في نقط متفق عليها، وبعد كده يجادلهم بالتي هي أحسن. وحتى وإن لم يجادلهم وإن لم يكن هناك جدال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط الحق بسطا، والقرآن يبسط الحق بسطا. وبعد كده لما يجي أسئلة عن الموضوع الذي تم بسطه يبدأ الجدال. لكن حضرتك كل منهج القناة وكل منهج الشيخ ياسر أن يفند المناهج الأخرى، وهذا أسفة جدا، ده بيستخدم في المنافسات وليس في الهدايات.